وفي موضوع آخر، يعاني سكان حي سيدي سالم بعنابة من جملة نقائص تنموية، وهي المنطقة التي يسكنها ما يقارب 30,000 نسمة على شريط ساحلي يفوق 5 كيلومترات، ما جعل قاطنيه يطالبون بإعادة تهيئته قبيل موسم الاصطياف. زهير لشطب زار المكان وبعث لنا بالتالي. الحي الساحلي العتيق سيدي سالم ببلدية البوني عنابة، شاطئه الطويل كان بالإمكان أن يكون أحسن قبلة للزوار لما فيه من إبهار، لكن الإهمال حوله لمرتع للأبقار. الابقار ولات عماله في البحر راهو ما ظهرمش مليح. احنا الحمد لله عندنا مساحه نفتخروا بها، حتى كون جينا الصحراء كامله هنا تعوم في البحر، مستعدين للاصطياف تاعها من شتى المجالات. حي دا محقور، حي تاع طوار، حي تاع ابطال كما يقولوا، يعني سيدي سالم تاريخه يعني في اكبر اكواد في الجزائر كامله تاع بحر 5 كيلومتر اللي هي ممشى محقوره ما فيها والو، حاشاك البقر حاشا خويا، قلوه الصرف زيرو، الزبله حاشاك، مش ياسر الحي هذا. رئيس البلدية يشدد لهجة الوعيد ويؤكد على الضرب بيد من حديد. رانا راح ان شاء الله نباشروا بعد ما درنا الاعذارات، بعد ما كلمنا المجتمع المدني، كلمنا اصحاب الابقار، راح نباشروا عمليه الحجز والذبح وتحويلها للمراكز تاع العجزه. مشاكل الحي لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى قلة المرافق العمومية التي هي رئة التجمعات السكانية. تنمية ومرافق في هذا الحي يلجأ إليها الشباب ويلجأ إليها الكهول ويلجأ إليها كل إنسان حتى لا يذهب إلى مكان آخر الذي لا تحمد عقباه. يعني ناقص فيه المرافق، يعني تكون ان جاردان بيبليك، تكون كشما تكون يعني اون بيسين، تكون ستاد ليماتيكو هذاك، باش الشباب تاعنا يعني يقدر يزدهر في الحي هذا. لا اختلاف على أن سيدي سالم يحتاج لجملة من الإصلاحات لإيقاظه من هذا السبات واستغلال ما يمتلكه من إمكانات.